اوعى تتمرن بنظام البوش بول ليج. طبعا نظام البوش بول ليج او نظام الدفع سحب ورجلين من الانظمه المفضله ليا انا شخصيا، ولكن مش بتكون انسب حاجه لبعض الناس، او بمعنى صح في مرحله معينه انت ما ينفعش تتمرن فيها بالنظام ده. وطبعا نظام البوش بول ليج اللي ما يعرفش عباره عن ان انت بتاخد عضلات الدفع في يوم، اللي هي الصدر، الكتف الامامي، الكتف الجانبي والترايسبس، ده لوحده في يوم، وفي يوم تاني بتاخد فيه عضلات الظهر والبايسبس والكتف الخلفي، وفي يوم تالت بتاخد فيه عضلات الرجل. النظام ده مش بيكون انسب حاجه لو انت من الناس اللي عندك نقاط ضعف، او بمعنى صح عندك عضلات في جسمك اضعف مقارنه ببقيه الجسم. زي مثلا في ناس تلاقي مثلا عندهم البايسبس ضعيفه مثلا مقارنه ببقيه الجسم، او الكتف مثلا ضعيف مقارنه ببقيه الجسم، الكتف الجانبي عندك مش انسب حاجه مقارنه بباقي الجسم، وهكذا. واحد برده ممكن يقول لي طب ما انا ممكن اخد العضله الضعيفه في اول التمرين في نظام البوش بول ليج عادي. هقول لك للاسف الكلام ده لما يجي يطبق مش بيبقى انسب حاجه. انا عارف اي نعم نظام البوش بول ليج بيتيح ليك ان انت تتمرن العضله اكتر من مره في الاسبوع، ولكن زي ما انا قلت مش انسب حاجه للتركيز على نقاط الضعف، عكس نظام زي برو سبليت اللي بيديك الفرصه ان انت تقدر تركز على العضلات الضعيفه اللي عندك، لانه بيديك الفرصه ان انت تمسك كل عضله عندك تركز عليها قوي. والبرو سبليت عباره عن ان انت بتتمرن عضله واحده بس في اليوم. مثال، انا دلوقتي من الناس اللي الكتف الجانبي عندي يمثل نقطه ضعف، وانا اصلا من الناس اللي كنت بقالي كتير جدا او غالبا بتمرن بنظام البوش بول ليج، ولكن بدات الفتره الاخيره ابتدي العب بنظام البرو سبليت، ولكن ما كنتش بعمله بالمعنى الحرفي، بمعنى ان انا باخد عضله الصدر مع التراي والظهر مع الباي، كل واحده طبعا في يوم، يعني الصدر مع التراي في يوم والظهر مع الباي في يوم، وفي يوم الكتف. ولما اجي بقى بتمرن تمرينه الكتف بمسك الكتف الجانبي بديله اكتر زوايا عكس الامامي والخلفي. ليه؟ لان نقطه الضعف عندي اصلا هي ايه؟ هي الكتف الجانبي. واليوم الاخير هو الرجل. النظام ده ميزته عن البرو سبليت التقليدي العادي اللي هو مثلا الصدر في يوم، الظهر في يوم، الباي والتراي في يوم، والكتف في يوم، والرجل في يوم، ان ده بيتيح لك الفرصه ان انت تتمرن العضله مره ونص في الاسبوع. ولكن ده انا طبقته عشان انا نقطه الضعف اللي عندي هي الكتف، فانا بالتالي حاولت ادي الكتف اهتمام اكتر. ولكن كمجمل لو انت مبتدئ ما انصحش خالص بالبرو سبليت، خليك في البوش بول ليج، ده يمكن يكون من افضل الانظمه لو انت لسه بتبدا، ولو انت ما تعرفش كل عضله محتاجه منك كام مجموعه في الاسبوع، او ازاي اصلا تحط نظام التدريبي بتاعك وكل حاجه من الكلام ده، يا ريت تشوف الفيديو ده. ولو اي حد عنده اي اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات.